اهلا بيكم في معابد البر الغربي. البر الغربي نهر النيل ماشي قاسم مصر الى جزئين، بر شرقي وبر غربي. البر الغربي على طول المجرى بتاع النيل هنلاقي فيه معابد كتير جدا، يعني لو جبناها من الجنوب الى الشمال رمسيس وسمبر هنلاقي معابد حتشبسوت ومعابد بتاع رمسيس. مصر بيجوا في فترة كده من الزمن بتاع عهودهم ويقرر ان هو يبني معبد في البر الغربي هنا. بس المعبد اللي بيبني في البر الغربي ده ليه هدف مختلف. ما وراء المعمار ده هو ايه اللي كان بيجري في دماغه علشان يبني هذا المكان؟ كان بيبني المكان ده وكان بيسميه بيت ملايين السنين. بيت ملايين السنين او معبد تخليد الذكرى، المكان اللي انا هخلد فيه ذكرايا او هحط فيه خبرتي الكامله اللي انا اكتسبتها في الحياه، هحطها هنا على السينز بتاعت المعبد ده. فكل ملك بيقول لنا انا عشت ازاي، وايه المواقف اللي انا مريت بيها قوه، ايه المواقف اللي انا مريت بيها ضعف. ومن هنا من ضمن المسارات بتاعت الوعي بتاع الانسان هو انه يتعلم من خبرات الاخرين. فخبرات الاخرين وتجارب الاخرين الروحيه والماديه والعقليه والعلاقات بتدينا وبتعلمنا احنا كمان في طريق الوعي بتاعنا حاجات كتير، وبتوفر علينا وقت ومجهود. وعشان كده الجزء ده مهم قوي في المسار بتاع وجيت وبتاع الكونداليني. لذلك هوريكم في مكان هناك كده في المقصوره بتاعت حتحور، هتلاقوا هنا صوره الصقر اللي هو الانسان الانلايتند، اللي هو الانسان اللي ماشي في طريق الايه الاستناره. هتلاقوه واقف على وجيت، واقف على كبرى، والكبرى واقفه كده وبتقوده في الايه في الطريق بتاعه. فمن ضمن الطرق والمحطات اللي بتوقفوا فيها وجيت مهم قوي المحطات بتاعه معابد البر الغربي. بتقول له تعالى اسمع حواديت وحكايات الايه السابقين وتعلم منها وشوف وعي الناس دي كان عامل ازاي، وممكن تستفيد من الوعي بتاعهم كتير. حتشبسوت ملكة عظيمة جدا، قصتها ملهمة جدا لناس كتير قوي، بتمثل نموذج جميل قوي قوي لشخصية فيمينين قدرت انها تعمل بالانس ما بين الماسكولين والفيمينين انرجي بتاعتها، وبسبب تجربتها الجميلة دي نجحت نجاح منقطع النظير. الملكة دي كانت في الأول مجرد زوجة لملك، والملك ده هي مخلفة منه بنت، والملك ده عنده زوجات تانية وزوجتهم عندهم. فجأة وبشكل قدري توفى الملك وساب طفل صغير هو ولي العهد، وساب زوجة ملكية القدر حطها انها تلعب دور رئيسي. يا اما كانت تنزوي وتقول انا ماليش دعوة، او انها تحملت المسؤولية وقالت انا امرأة اللحظة دي. This is my destiny. وده اللي عملته الملكة حتشبسوت لما الامر قال اليها ولقت ان الامور كلها هي قادرة انها تحكم الامر وتكون امرأة القدر. فقررت ان هي تاخد هذا القدر وتمشي في هذا المشوار الصعب. بلد الملك بتاعها مات فجأة، ولي عهد صغير، اعداء في الداخل واعداء في الخارج، وهنا كانت لازم انها تفكر وتحط خطة حياتية لنفسها كويسة توازن بيها ما بين الفيمينين والماسكولين انرجي. لازم تظبط الامور بتاعة النظام والامان، وفي نفس الوقت تستخدم ذكائها ودهائها وقوة الايماجينيشن بتاعها. قطاع كبير جدا من رجال السياسة والإدارة والدبلوماسيين ورجال الدولة في الوقت ده عرضوا الأمر وما كانوش موافقين إن حتشبسوت تكون ملكة. We need a man king، عايزين راجل يبقى موجود. فبالتالي الملكية هتروح في حتة تانية خالص، أو إن هم كانوا ممكن يقولوا الطفل الصغير يبقى ولي العهد ومجلس
وصاية عليه، والمجلس الوصاية ده ممكن يكون فاسد بأي شكل من الأشكال. فحتشبسوت بدأت إنها تلاقي نفسها في موقف حرج قوي، ولذلك بدأت بسرعة تاخد تدابير جميلة جدا. ومن هنا هي بتعلمنا بقى الكونسبت بتاعها في الحياة كان شكله ازاي، واحنا نتعلم منه. أول حاجة، هي كان عندها مبدأ قوي جدا اسمه مبدأ الإيمان. كانت مؤمنة جدا جدا بأنها كان ليها divine destiny. أنا اتخلقت لهذا القدر، ربنا شايل لي الايه؟ القدر ده، ان انا اكون امرأة هذا الموقف، وانا اشيل هذه الايه؟ المسؤولية. فكان عندها ايمان بالايه؟ بالمسؤولية بتاعتها. مبدأ الايمان القوي داخل الانسان، وان هو قادر طالما انا as a selected one، انا اللي تم اختياري divine selected، فانا اللي هقوم بالمسؤولية بتاعتي كاملة. مبدأ الايمان الداخلي بقواها وروحها المقدسة والابيليتيز بتاعتها والديفاين تشوزنج ليها، ان الاله اختارها هي. تاني حاجه كان عندها المبدا التاني بتاع العلاقات. هي كانت ذكيه جدا، وقالت ان انا الحته بتاعت ان انا ست وانا اللي هحقود واحكم، ورجال دوله كتير مش بالعين الموضوع ده، فانا لازم اكون ذكيه في اختيار الاوفياء ليا. ذكيه في اختيار الاوفياء ليا. فبدات انها تبعد كل ال الاداره بتاعت الدوله القديمه اللي كانت في وقت جوزها، وبدات انها تختار الرجال اللي بتثق منهم. فهي عندها الفيمينين انرجي اتس باي ديفولت شغاله. هي ذكيه وعندها حيل كتير وعندها قدرات مهمه، بس هي بدات توازن ما بين افكارها هي بانها تدور على الماسكلين. وكان المهندس اللي بيقول لها بيشاركها في وضع الخطط المستقبليه للدوله مهندس جميل قوي اسمه سيننموت. كان راجل حكيم، كان راجل فيلسوف، كان مستشار سياسي من الطراز الاول، كان مهندس معماري كمان. بيقول لها احنا ممكن نعمل ايه في الدوله ونطور البنيه الاساسيه ازاي ونقود الدوله الى الرخاء بانهي طريقه. فهي اول ما بدات خدت مبدا الايمان الداخلي بانها امراه القدر. خلاص انا ربنا حطني في القدر ده، يبقى ده الديستني بتاعي. بدات تدور على البالانس في الطاقه الذكوريه اللي تساعدها على الاداره والتنظيم. ثالث مبدا العلاقات الخارجيه. العلاقات الخارجيه بدات انها كمان تقول الملوك اللي سبقوها، كل ملك كان بيحكم عايز يبين قد ايه هاو هي از ا باورفول وان، قد ايه انا قوي، قد ايه انا جامد. فكان ياخد الجيش ويدور يلف على الحدود المصريه يمين وشمال. طب دي هتعمل ايه؟ فهنا بدات تفكر في العلاقات الخارجيه الكويسه. فبدات تعمل ايه؟ بدات تعمل تريد ريليشن شيب، بيس ريليشن شيب، علاقات سلميه وتجاريه مع الدول اللي حواليها. بدل ما هي الدول تبدا انها هتاجر معاك ابني على هذا المبدا وهذا العمود في حته العلاقات السلميه. خدت مبدا السلام ونشر السلام. عشان كده هي عامله المقصوره بتاعت حتحور هنا، لان ده كان رمزها في حياتها. انشر السلام في كل مكان، حياتك هتبقى ناجحه جدا جدا جدا، ومش هتستراجل كتير في الحياه بتاعتك. رابع مبدا حتشبسوت كانت واعيه قوي قوي ليه، هي مبدا اللي هتزرعه هتحصده بعد كده. فبدات تاخد مبدا انها تو انفست في ابن جوزها اللي هو ولي العهد ليه الصغير. ما خدتوش بقى قالت له اركن على جنب انا الملكه والايجو ايه اخدها وانا عايز اثبت نفسي ونفسي لوحدي وبتاع. لا، هي بدات تعمل انفستمنت في ولي العهد ده. ليه؟ لانها لما تبدا تربي ده وتخليه عنده وعي وعنده ولاء وعنده قوه اداره كويسه فاذا هي عملت شيء كمان للمستقبل التاريخ هيحفظه لها بعد كده. عظمه الملك تحتمس الثالث اللي احنا بنقول عليه اللي خلى الامبراطوريه المصريه القديمه من اول ليبيا لحد نهر دجله والفرات في العراق، وما حاربش كتير في الاوقات دي.
هو كلها كانت حملات عسكريه كده، شو عسكري بيبين بيه القدرات بتاعته، لكن كان راجل محنك دبلوماسي من الدرجه الاولى. كان يروح لاي بلد حواليه ويقول له انت لو خايف كحاكم بلد جنبي، لو خايف من حد يحاربك وياخد العرش بتاعك، ما تقلقش، انا هحميك وهاخد ولادك الصغيرين اللي هيبقوا اولياء للعرش من بعدك، اربيهم عندي مع امراء الدوله، احسن تربيه وافضل علوم. فكان يجيب اولاده الامراء بتاع الدول الخارجيه ويربوهم هنا مع الطبقات العاليه، فكان الاطفال الصغيره دي بتكبر على حب مصر. فلما كان ابهاتهم بيموتوا في البلاد دي وهو يأمن لهم الجلوس على العرش، عمره ما معانا من اي صراعات. فكانت عارفه كويس ازاي تربي طفل صغير، ومبدأ المعرفه ومبدأ العلم ومبدأ الفلسفه، ان هو ينشئ انسان قوي وينشئ انسان سوي وانسان سليم. ودي هتكون جزء من عسكري جميل. فتره شبابه شكرا كنت امرأة القدر وعملت دوري في التوقيت بتاعي، وده دلوقتي اصبح الدور بتاعك، انت الملك الجديد. شالت التاج حطيته على راسه وقالت له شكرا، انا كده اصبحت ايه، كملت رسالتي. فكانت حتشبسوت من الشخصيات الجميلة جدا اللي اشتغلت على مبدأ الذكاء العاطفي والذكاء بتاع العلاقات الاجتماعي والذكاء الدبلوماسي والسياسي ما بين الدول وبعضها، والذكاء المعرفي والعلمي وتربية الأطفال. فكانت ست ليها حاجة جميلة جدا، قررت إنها تلخص لنا قصتها الجميلة دي اللي بتنسباير أس بشكل لطيف على المعبد بتاعها الجميل ده. فعملت إيه؟ عملته 3 مدرجات، وكل مدرج فيهم كانت بترسم لنا على الحيطان حاجة بتقول لنا ده كان الجزء الأولاني من الشغل بتاعي لما بدأت المجد بتاعي والعظمة بتاعتي، دي قصة حياتي. فعملت لنا في المدرج الأول هنا رسومات، بس هي مقفولة للأسف للزيارة والمناظر صعبة شوية. رسمت لنا الفكرة بتاعت المباني، إنها بدأت تبني حاجات وبدأت تختار الشخصيات الكويسة علشان إدارة الدولة. وبعد كده بدأت ترسم لنا هنا في المدرج الثاني التريد، التجارة بتاعتها مع البلاد، وحطت لنا هنا مقصورة لحتحور انها بتنشر السلام والعلاقات السلمية ما بين الدول. وفي المدرج الثالث الجزء بتاع العبادة بتاعتها، انها كانت دايما امرأة عندها وقت للتأمل ووقت للعبادة ووقت لانها تشحن روحها النفسية وطاقتها المقدسة من الإله مرة تانية عشان يدي لها العون انها تكمل. فعملت لنا 3 مدرجات بتشرح فيها قصة حياتها ومبادئها في الحياة عشان تعلمنا انا كنت ده، فانت ممكن تاخد مني دروس ومن حياتي دروس. كمان ال3 مدرجات بيشيروا ل3 مراكز وعي او 3 شكرات مهمة قوي عند الانسان. شكرا الروت، وشكرا الهارت، وشكرا التاج. الروت اللي بتبين هنا انها كانت قوية بناءة عظيمة، عندها روتينج وعندها استقرار في الحكم، قدرت انها تعمل كل الحاجات وتختار الشخصيات الاونست معاهم عشان تستقر في الحكم بتاعها. وهنا شكرا الهارت، عشان كده هنا في حتحور فوق واتصالي دائم بالاله، والاله دايما اللي بيديني القوه والعون. فهي كانت بتقول ان اي حد او تجربتي في الحياه ان انا عشت الحياه بتاعتي بشتغل على 3 شكرات بنوا لي طريق المجد بتاعي، روت وهارت وكراون شاكرا. لذلك لما هنروح المعبد الثاني بتاع هابو هنلاقي الملك هناك خد حاجه ثانيه، خد طريق ثاني وبرضه هنستفاد منه جميل، وهيبقى فيه دروس مستفاده منه حلوه. فكل واحد من الناس دي باني هنا علشان ينسباير اس، يعلمنا طريق الروحي بتاعه والاوتننج بتاعته شكله ازاي. لذلك المعابد دي اتسمت معابد ملايين السنين، معابد تخليد الذكرى. انا بقول لك انا دي التجربه بتاعتي، خدها اهي استفاد منها كجنريشن من بعدي. عشان كده واجب علينا هنا ان احنا نعمل حاجتين. اولا نوجه
thankful، شكر كده وامتنان مننا للملكة حتشبسوت، لأن روحها ما زالت موجودة في هذا المكان اللي كتير حبته، واللي كتير قعدت فيه، واللي كتير صلت فيه، واللي كتير كانت من هنا مركز لنشر المحبة والسلام لكل بلدها والبلاد المجاورة. فاحنا عايزين نقول لها شكرا، ونتمنى لروحها كل حاجة جميلة بالطريقة المصرية القديمة. وعايزين كمان نعمل هنا زي هارت اكتيفيشن كده علشان تستقبل المحبة الإلهية ديفاين لاف، ومنها هي تصدر تسبريد الهيومن لاف. فهي دايما كانت بتعمل كده، ديفاين ريسيفنج هيومن سبريدنج. فطول ما هي كانت بتحافظ على اكتساب المحبة الإلهية، هي قادرة كمان على عطاء الايه؟ الحب الإلهي. فعشان كده اختارت المكان في حضن الجبل، في المكان الجميل ده، مكان سايلنس جميل هادي ولذيذ، وبيزغزغ جواك كده مشاعر الأمان الإلهي والحب الإلهي والعطاء الإلهي وهكذا. هبعت لكم على الجروب دلوقتي الصلاة المصرية القديمة اللي كانوا بيعملوها دايما علشان يبعتوا بيها صلوات شكر وثناء للناس وللأرواح القديمة اللي سابت لنا ليجاسي وسابت لنا تاريخ بنستفاد منه. كل روح عبرت في العالم الآخر بتبقى محتاجة حاجتين مننا. الحاجة الأولى إن احنا نتمنى لها الخلود في عالم الأرواح، هي عايزة تبقى خالدة في الجنة. والحاجة التانية ان هي مش في مصر القديمة ما كانش بيبقى عندهم كونسبت ان هم يفضلوا عايشين طول الوقت في العالم بتاع الجنة والعالم بتاع النجوم اللامعة اللي على طول موجود في السماء. هم مش عايزين يفضلوا طول الوقت هناك، هم عايزين كمان يبقى ارواحهم حرة، تقدر تيجي للعالم بتاعنا تزور كل الاماكن اللي كانت بتحبها على الارض وترجع مرة تانية للعالم بتاعها. بس عشان تروح وتيجي لازم يبقى معاها ديفاين بيرميشن، لازم يبقى معاها اذن الهي. فربنا يفتح لها ستار جيت، بوابه نجميه للروح بتاعتها تعبر وتروح وتيجي لكل مكان كانت بتحبه على وجه الارض. فدي كانت اجمل امنيتين بتحبهم الارواح المصريه القديمه، لدرجه ان على مر التاريخ المصري القديم لحد اخر نص هيروغليفي اتكتب في العصر الروماني، الصلاة بتاعت الأرواح أو الأمنيات والدعاء للأرواح ما اتغيرش خالص. تحس كده إن هو مقدس، حاجة كده هم خدوها من الإله، قال لهم لما تحبوا تدعوا الروح ادعوا لها بالطريقة الفلانية. كأن الطريقة بتاعت الصلاة أو الدعاء هي في حد ذاتها as a divine part. ما ينفعش أنا أدعي كده بمزاج زي ما أنا عايز، لا. فكان أول جزء من الدعاء اسمه الصلاة الأوزيرية أو الدعاء هو الخلود، ان انا في العالم بتاع النجوم وعالم الارواح الخالده في الجنه. فكان بيعملوا انفوكيشن للاله الخالد اللي هو اوزير، انه يدي من الخلود بتاعه للروح بتاعه الشخص ده. وفي نفس الوقت مع الصلاه بيبقى فيه جزء من الدونيشن. برضو الروح عايزه في العالم الاخر مش بس عايزه الامنيه، ولكن عايزه صدقه على الروح بتاعتها في اي شكل من الاشكال، اكل، شرب، فلوس، وات ايفر هي ايه الدونيشن اللي انا عملتها، الصدقه او الاوفر اللي انا عملته على روح الشخص ده. فالروح بتاعته بتتغذى على الانرجي بتاع الاوفر، والاوفر نفسه الناس العاديه بتاخد الجزء الفيزيكال بتاعه. فاحنا عندنا ده جزء هبعته لكم على الجروب، ان احنا نعمل صلاه كده جميله واحنا بنزور الرامب الثالث بتاع حتشبسوت وداخلين في المكان اللي كان بتعمل فيه البرايرز والتاملات بتاعتها، نعمل ليها البراير دي. وعندي كمان الجزء الثاني اللي هو المانترا او الصلاه اللي حتشبسوت كانت بتعملها to activate his love her love و to receive divine love جوه المقصوره بتاعت حتحور هناك. جروب نبدا نروح هناك الاول ونتكلم ونشوف المانترا وقولوها براحتكم، وبعدين نطلع للجزء اللي فوق وهبعت لكم واحنا طالعين الجزء بتاع الصلاه الروحيه او الامنيه الجميله اللي حتشبسوت دايما مستنياها مننا كثانكفول على حياتها الملهمه اللي هي سابتها لنا. كان عنده حاجه اسمها قوات الاسلاف. ايه القوات دي؟
كان بيقول ان كل انسان روحه بترتحل للعالم الاخر، بتفضل الكا بتاعته اللي هو القرين بتاعه الاماكن اللي كان صاحبها بيها بيها بيها. فلذلك لما بنروح في مكان وتشعر ان روح مش عارف ايه قريبه منك، وروح فلان اتصل بيك، او في ناس تانية بتقول ايه، انا لما دخلت المكان ده انا حسيت ان انا كنت في الباست لايف بتاعي حتشبسوت. لما بيجي للشخص هذا الشعور، هو في الحقيقه ما كانش في الباست لايف حتشبسوت. في الحقيقه من وجهه نظر المصري القديم ان الكا بتاعت حتشبسوت اللي ستيل هنا اهو عايشه، هي شانلد معاه، وهو حابب الاتموسفير هنا، فبدات تنقل له فيجنز، مشاهد من حياتها هي اللي عاشتها. فالكا دي او الكا بتاع كل واحد فينا او بتاع كل الناس بتبقى متحمله ايه، عامله زي الهارد كده. كل حاجه انت بتتعلميها الكا دي بتخزنها، كل حاجه موقف انت بتمر بيه الكا دي بتخزنها، كانه شريط حياتك، هو ده الكا. فلما الكا دي صاحبها بيرتحل للعالم الاخر وهي بتفضل موجوده هنا، فهي محمله بايه؟ محمله بذكريات الشخص ده، شريط الحياه بتاعته كلها متسجل جواه. فلو حصل تشانلينج ما بين هذه الكا وما بينك، هتوريكي مشاهد كامله من حياتها كانك انت اللي عشتيها، من كتر انك هتبقي شايفاها كانها لايف، اللي بيسموها في علم النفس دلوقتي ظاهره الديجافو. اللي هو انا حاسس اني شفت الكلام ده قبل كده، انا قلت الحاجه دي مره قبل كده، انا حاسس ان انا جيت هنا قبل كده، انا حاسس مش عارف عملت ايه قبل كده. حاسس دي هو بيبقى مشهد ما اتنقل، فالعقل بتاع الفص بتاع الايماجينيشن بيلقط الاشاره بتاعته اسرع من العقل بتاع اللوجيك، فكانك انت اللي عشتي وانت اللي شفتي وانت اللي كذا. فبيترجموها في الفكر الاوروبي انها الباست لايف، انا اللي كنت عايش قبل كده وحاسس ان انا شفت المكان ده وانا عشت فيه وعملت كذا وعندي فيجن عن المكان ده كله. فده فكره الكوات. الكا ممكن تنقل لنا معلومات واكسبيرينس وحاجات جميله. وحصل حاجه زي دي مع شخصيه في العصر الحديث، واحده اسمها ام سيتي، هحكي لكم عنها لما نروح ابيدوس. الوليه دي حصل ليها ديجافو رينكارنيشن او تشانلينج، بس كان كومبليتلي تشانلينج، كأن شريط حياه بالكامل مش مشهد، اتحط جوه ذاكرتها هي، بتاع الملك سيتي اللي بنى المعبد بتاع ابيدوس. لدرجه انها كانت بتقول للبعثه بتاعت بتدور على، بتقول هنا في المكان ده. فذاكره الملك سيتي بحاله اتنقلت ليها وعاشت معاها، لدرجه انها لما اتجوزت جنب المعبد وعاشت جنب المعبد وخلفت ولد سميته سيتي، والناس عرفتها هناك بأم سيتي، ولحد دلوقتي القبر بتاعها جنب المعبد. ففي ناس كتير جدا بيبقى عندهم قوة التواصل مع الأسلاف. عشان كده في مصر القديمة على مر آلاف السنين فضلوا محافظين على ان هم يروحوا ويزوروا ويقدموا صدقات للأرواح دي، لأنها مهمة، لسه ممكن تنقل لهم معلومات وخبرات وحاجات جميلة احنا ما نعرفهاش، وتدينا سبورت في الحياة بتاعتنا. فلذلك كانوا دايما محافظين على الزيارة والصلاة والأوفرينج، الزيارة والصلاة والأوفرينج وشيرنج المعلومات. ان لما احنا واقفين بنتكلم عن حتشبسوت والحاجات الجميله اللي هي عملتها، الكا بتاعتها مبسوطه قوي وسعيده ومتانسه بينا، هي حوالينا دلوقتي. ليه؟ لان احنا بنقول على الحاجات الحلوه اللي هي عملتها، المحاسن بتاع الموتى، اذكروا محاسن موتاكم. ليه؟ ارواحهم بتتانس بيها، بتبقى سعيده ومبسوطه، لسه في حد فاكرني. وبعدين لما تصلي تترحمي وتدي الامنيات الجميله تبقى سعيده اكتر، ولما تقدمي اوفر صدقه تبقى سعيده اكتر، فتقرر تقول لك طب خدي بقى دي مني. يا اما بتبشرك بشيء will happen، هيحصل، لانها في العالم بتاعها عندها فيجن
لكل ما هو ماضي وكل ما هو قادم في المستقبل. عندها قوه اسمها رع وسف في مصر القديمه. هي الكا اول ما بترحل للجانب الثاني بتبقى قادره تشوف كل اللي حصل من لحظه الخلق وكل اللي هيحصل. فتخيل كده مثلا لما ستك تروح ملبساك خاتم في الحلم، يا ترى ايه؟ دي ادتني هديه وعطتني خاتم، وبعد كم وقت يجي لك رزق، فلوس، عيل، شغلانه جديده، سفر، مش عارف ايه. هي جفت ديوب حاجه، انا جايه ببشرك بشيء ما، بس هي جايه لك ايه؟ ديكودد في رمز، وانت دور بقى على معنى الرمز ده ايه. فهنا اهميه التواصل مع الكوات واحياء ذكرى الاسلاف. الصلاة أو الأمنيات اللي كانوا بيقولوها ليهم، الأولى الأزيرية، فكانوا بيبدأوا يقولوا دعاء أزير. دعاء أزير يعني عارفين كلمة دعاء اللي احنا بنقولها دلوقتي؟ هي أصلها في مصر القديمة دعاء. دعاء أزير دعاء للإله الخالد. جميل. فأنا لما بقول الخالد بقدم الصدقة دي عشان ايه؟ دي عنخ لعله يهب السلام ويهب الحياة والأبدية لفلان، لحتشبسوت، لكذا لكذا، أسمي اسم الشخص وأقول مع خروج الصادق الصوت أو المرحوم أو المبجل. وبعدين أقول دعاء أنوبيس. أنوبيس هو الإله اللي بيفتح البوابات النجمية للأرواح. وبعدين بقول نترعا الإله العظيم. حتب نفر وعب بقدم صدقة لأنوبيس عشان يعمل إيه؟ ويب علشان يفتح سبا دوات باب العالم النجمي للكا بتاعت حتشبسوت مع خرو المبجلة صادقة الصوت المرحومة. وبعدين ببدأ الجزء الثالث ان انا اعمل الانفوكيشن لروح حتشبسوت نفسها. بيقولوها اي كاوني تري ايمي دوات، ايها الروح المقدسة اللي موجودة في عالم النجوم الابدية. وبعدين قول انت امنياتك ايه، عايز تسألها عن ايه، حابب ان انت تعرف منها ايه، عايز بس اعمل تشانلينج معاكي، الهميني بحاجات جميلة تنشر المحبة والسلام في حياتي، لانها كان ده الشعار بتاعها في الحياة. فحتشبسوت شاطرة جدا في انها تقول لك اعملي كذا وكذا وكذا، خليكي سعيدة ومبسوطة وفي محبة وسلام. فانت ممكن تقولي لها انا عايزة منك advices to be more happy calm peace in my life. انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي انت كنت بتعمليها بتنشر الحب والسعاده. من بعد كده بيبقى التشانلينج بيبدا، خلاص انت عملت كل الحاجات اللي كا حتشبسوت عايزاها، امنيات، صلاه ودعاء، اوفر، وانفوكيشن لروحها حلوه، وقلنا السيره الجميله بتاعتها، الليجاسي بتاعها. فالكا بتاعتها decided to connect with you، ممكن while you visit the temple، ممكن in your vision وانت نايمه بتشوف رؤيه في الحلم، وهكذا. فهتلاقوا الثلاث صور اللي انا باعتهم فيها الثلاث، الصلاه بتاعت اوزير او الامنيه بتاعت اوزير، الامنيه بتاعت انوبيس ان هي تفتح لها بوابه، والانفوكيشن للكا بتاعتها to connect with you، وبعدها قولي انت محتاجه منها ايه as advice او اي شيء. وبعد كده بتشوفي بقى whatever you want، ايه اللي ممكن to donate يعني as a promise لروحها دلوقتي للجاردز ما تروح منين ما كذا to donate، تعمل اوفر بقى او صدقه للروح بتاعتها كده. اتس